لكل الناس اللي كانت هتسافر او مسافره اوريدي والطياره كنسلت بسبب اللي بيحصل في الشرق الاوسط الميدل ايست، اسمعوا الكلام اللي هقوله ده عشان مفيد جدا. في 3 خطوات لو حد طيارته اتكنسلت لازم يعمل. طبعا الاساس ان انت دونت بانيك وحاول تبقى هادي. اول حاجه تعملها تكلم شركه الطيران مباشر، ما تفكرش تحجز تذكره من شركه تانية او تفكر ترجع باي طريقه غير لما الاول تشوف شركه الطيران اللي انت مسافر معاها وضعها ايه والابديت اللي عندها ايه. تاني حاجه للناس اللي اوريدي هناك في منطقه الميدل ايست ومش عارفين يرجعوا، اي حد او معظم الناس بيبقى عندها تامين على السفر او معاه كريدت كارد حجز بيها التيكت بتاعته. شوف الكونديشن بتاعتها عشان ممكن توفر لك اقامه في المكان اللي انت فيه، ويبقى وفرت السكن بتاعك في المكان اللي انت ستاك فيه. النقطه الثالثه ودي اهم نقطه، بلاش ناخد الاخبار او الابديت بتاعنا من السوشيال ميديا. بالله عليكم الابديت بتاعكم خدوه من السفاره اللي انت تابع ليها فقط. اعرف هم بيقولوا ايه وامتى نبدا ناخد الخطوه اللي بعدها. ربنا يرجعكم بالسلامه لاهاليكم ويعدي الموضوع ده على خير. هقول لك